يا مساء الهنا والسعادة على عيونكم. عايزين تاكلوا أكلة حلوة وتعملوا تجربة جميلة وفريدة من نوعها، تاكلوا على الصينية اللي هيتعمل عليها الأكل. تعالوا معايا أقول لكم هتروحوا فين وإزاي هتستمتعوا بالتجربة الخطيرة دي. شايفين السمن نزل أهو، والراجل ابتدى يشتغل فيه، بصراحة تسلم إيده بجد. نزل بكبدة بالتدريج، كام قرن فلفل سبايسي، المقبلات مرصوصة جميلة تفتح النفس. زي ما انتوا شايفين الأكل كله طازة. أنا طلبت كمان بطاطس محمرة وجات لي، عايزة اقول لكم سخنة جدا. كل ما هتطلبوه هتجدوه. عايزين تجربة جميلة جديدة مختلفة وتتبسطوا فيها وتستمتعوا وتشموا ريحة الأكل ويتعمل قدامكم كده باحترافية وفي وقت قياسي، روحوا المكان ده. بجد أنا اتبسطت واستمتعت جدا جدا فوق ما تتخيلوا. عشان كده قررت إن أنا أصور وأنقل لكم التجربة عملي عشان تشوفوا بنفسكم وتروحوا تزوروا المكان ده، لأنه بجد بجد يستحق التجربة. الريحة تجنن، وأنا عمالة أقول للراجل تسلم ايدك يا باشا، انا جعت عايزه اكل. فكان بيجري زي ما انتوا شايفين كده عشان ياكلنا الكبده الخطيره دي. نازل بقى بشوية قوطة كده، وهيعمل الصوص الخطير ده اللي هيقلب فيه بعد كده الكبدة. وبجد الطريقة دي تجنن، أنا قلت هعملها في البيت بالشكل ده. الكبدة الجملي طبعا ليها طريقة معينة في الأكل وليها ناسها اللي بتطلعها مظبوط، ودول أصل الكبدة الجملي. شايفين هيهري بقى القوطة دي، وطبعا نزلها في الصوص بتاع الكبدة وشرايح الليمون الخطيرة دي. أنا طبعا طلبتها، كل حاجة هتطلبوها هتلاقوها موجودة. يعني انا كان نازل لي بالمقبلات دي، بس قلت له انا عايزه بطاطس محمره، جاب لي احلى فرنش فرايز في الدنيا. بجد الناس دي جميله. ابتسامتها مقابلتها، عايزه اقول لكم افواج رايحه وافواج جايه. ممكن تقعدوا على ترابيزه عادي، بس احنا اخترنا التجربه دي. ممكن تقعدوا على الصينيه اللي هيتعمل فيها، وبتعرفوا التجربة من الألف للياء وإزاي تتعمل. أنا قاعدة أتعلم برضو بما إن أنا شيف وكده، فقلت يعني إيه أخد التجربة الصح كده قدام عيوني. في نفس الوقت قاعدين متدفيين، إحنا في الشتاء طبعا وإنتوا عارفين، والمقبلات ما سخنتش، بس هي طعمها بقى كده واخد ريحة الأكل اللي خارج ده. فبصراحة كان الميكس فظيع رهيب. أنا أول مرة أخد تجربة زي كده وأقعد في المكان اللي أنا هاكل فيه، فبصراحة عجبني قوي قوي. الناس دي ما بتهزرش، الناس دي بجد عندها احترافية في عمل الأكل بتاعها. شيخ المندي وشيخ المشوي وشيخ كل حاجة حلوة. بجد الراجل ده عنده الحلو والحادق أجمد من بعض. الطريق ما يتوهش، كرداسة طريق المنصورية على الطريق الرئيسي. شايفين هو اداني شريحة كده وقال لي قولي لي بقى رأيك ايه، وانا هبتدي اخدها كده وازلط ازلط ازلط. وبجد قلت له تسلم ايدك مليون مرة. ولا طبق البطاطس اللي جاي سخن في ميعاده ده، جاي وهو لسه مخلص الأكلة. يعني عايزة أقول لكم هم ظابطين التايم بتاعهم بطريقة غريبة. الأكل كله كان يفتح النفس جدا، وزي ما انتوا شايفين الجمال عدى الكلمة. أقول إيه تاني؟ طعم السنم بجد ياخدكم في عالم تاني. أنا كنت طايرة وعمالة أقول الله الله الله. بجد المكان يستاهل التجربة، لازم تروحوا تجربوه عشان تدعوا لي. خلصنا الجامد وتعالوا ندخل على الأجمد بقى، الحلو. انا مدمنه كنافه نابلسيه، جوزي طلبها بالقشطه، احنا بنحب نعمل ميكس كده عشان ندوق، ولو عجبنا نكمل. نحب احنا ايه ندوق ونعرف الاحلى ايه. تعالوا بقى نشوف القطعه الخطيره دي. بصي جت معايا بايلاك كده، انا بقول له انا مش عارفه اقطم الكنافه دي، كل ما اجي اخدها تطلع للدور التالت. زي ما انتوا شايفين، شايفين هي مكمله مكمله مكمله، الله. والريحه جميله ودايبه وسايحه، وطعم السمن البلدي، كل حاجه حلوه، كل حاجه في المكان ده بجد حلوه وتستحق التجربه. لازم تروحوا عشان هيعجبكم جدا جدا. الشيخ محمد كبدة الجملي، شيخ المندي والمشاوي. كانت معاكم صبا العرايشي، وإلى اللقاء في تجربة جديدة إن شاء الله. باي باي.